السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده غريب شوية. احكي لكم فيه موقف حصل عندنا في المعرض. واحد جاي مع اخوه علشان يعمل عليه فرق سعر في البضاعة اللي هيشتريها. تمام. طبعا من سوء حظه انه دخل المكان كنت انا اللي موجود. الكلام ده حصل عندنا في الفرع بتاع الدائري اللي هو قريب من محور منال لبنان. المعرض دوت عندنا هناك معمول زي نظام دورين كده. فدخل اتنين مع بعض، اتنين شباب مع بعض. ففي العادي لما بيكون حد داخل مثلا مع حد يعمل عليه مصلحه او الكلام دوت، سواء بقى نجار او سمسار او الكلام دوت، هو بيخش المعرض. تمام. السمسار او الشخص اللي هو هيعمل المصلحه ده بيعمل ايه؟ بيخش يسلم على صاحب المعرض او على مدير المكان او على الشخص المسؤول عن المكان، بيسلم عليه بالايد ويروح داس على ايده شويه. تمام. الكلام ده احنا كنا شرحناه قبل كده من حوالي 3 سنين ولا حاجه، ولكن بنعيده تاني عشان يعني تبقى الناس فاهمه اللي بيتم في المواضيع دي ايه. طيب دوت بيكون حد رايح معاك يشتري مثلا موبيليا او الكلام دوت او ايا كان. فبيخش المعرض عايز يعمل عليك فرق سعر، فبيعمل ايه؟ بيخش. تمام. بيروح مسلم على صاحب المكان او مدير المكان، يروح داس على ايده كده. خلاص صاحب المكان فهم ان ده عايز يعمل مصلحه على الشخص اللي جاي معاه. طيب النجار بقى او السمسار او الكلام ده بيبقى مفهم العميل انه رايح معاه بقى مجامله، مش هياخد منه فلوس، او بيكون مثلا متفق معاه هياخد مثلا 500 جنيه 1000 جنيه على المشوار بتاعه. طبعا الكلام دوت ما بيبقاش موجود. طبعا مش كل الناس، ولكن في بنسبه 95% بيعملوا الكلام دوت. بيخش معاك المكان وبيعمل الحركه دي عشان صاحب المكان يفهم ان السمسار ده او النجار ده بيبيع له العميل مقابل انه يعمل فرق سعر. بيبيع له العميل ازاي؟ يعني مثلا لو عندي مثلا غرفه نوم بتتباع مثلا ب 20000، انا هقول 23000. تمام. واللي جاي مع الشخص دوت هيامن على كلامي وهيقنعه بالحاجه لحد ما البيعه تتم، وبعد ما العميل ما بيمشي هو بيرجع المكان تاني. تمام. صح. المعرض بياخد ال 20000 بتوعه وال 3000 جنيه فرق السعر بياخدهم الشخص اللي جاي مع العميل. طبعا الكلام ده احنا عندنا مرفوض، ويعني الكلام ده احنا بنقوله من زمن الزمن ان الكلام ده عندنا مرفوض وما بنقبلش بيه. ولكن طبعا احنا الاول كنا بنعمل ايه؟ كان مثلا لما يخش مثلا عندنا حد سمسار او نجار جاي مع عميل، يخش اول ما بيعمل الحركه دي، انا كنت مدي تعليمات عندنا في المعارض بتاعتنا ان الكلام ده لو حصل معاك بتقول بصوت عالي يا جماعه هنا ما بنعملش فرق سعر على العملاء. تمام. والشخص اللي هو عمل الحركه دي بتوجه له كلام مباشر، بيتقال له بص على الحاجه، عجبك الشغل احنا تحت امرك، مش عاجبك الشغل تقدر تشوف مكان تاني. طبعا احنا لما كنا بنعمل الكلام ده الاول كان ايه اللي بيتم مع العملاء؟ النجار او السمسار اللي جاي مع العميل اللي هيشتري بيقنعه ان الحاجه اللي في المعرض وحشه او غاليه ايا كان، بيشيل نفسيته من المكان بحيث ياخده. ما هو كده خلاص فهم انه كده مش هيعرف يسرق العميل في المكان عندنا. فبيعمل ايه؟ بيعقده من الحاجه وياخده يمشي بيه من المكان عشان يعرف يروح بمكان تاني يوافق على الموضوع ده. طيب هو بيستفيد ايه؟ بيبقى محدد، يعني دلوقتي بيبقى محدد لك انا ليه على الحته 2000 جنيه، ليه على الحته 3000 جنيه، اللي هي ايه بقى الحته دي؟ يعني مثلا خد اوضه نوم يطلع له 2000 جنيه، خد اوضه اطفال يطلع له 2000 جنيه، خد انتريه يطلع له 2000 جنيه. وانت ماشي بقى على حسب بقى ما هياخد بضاعه، الحته بيتاخد عليها زي ما بيحدد لك السمسار او النجار اللي جاي معاك، اللي هو مفهمك ان هو يعني هيجيب لك احسن حاجه في الدنيا وهيوفر لك وهيفصل لك وهيعمل لك وهيسوي لك. بيبقى كل اللي في دماغه انه يطلع من وراك مصلحه. طبعا دي اسمها سرقه قولا واحدا، يعني دي سرقه مفيش كلام فيها. المهم عشان ما نخرجش من سياق الموضوع، انا كنت موجود في المعرض بتاعنا اللي قريب من المحور ميدان لبنان، ولقيت اتنين داخلين لي شباب مع بعض. واحد منهم راح دخل، طبعا هو ما يعرفنيش، لان هو لو يعرفني مش هيعمل حركه زي دي، لانه هيبقى فاهم ان انا هلبسه في الحيطه. تمام. دخل. المهم معلش هرجع بس كده اخيرا. فكان ايه اللي بيتم لما كنا بنعمل الكلام دوت؟ كان اللي بيتم مع النجار او السمسار بيفهم ان هو مش هيطلع بمصلحه في المكان عندي، فبيقنع العميل ان الدنيا بايظه وياخده ويمشي يوديه مكان تاني عشان يعرف يطلع مصلحه بالبلدي. فاحنا لما لقينا الكلام ده بيحصل، طبعا هو اصلا نوعيات العملاء اللي بتيجي عندنا بسمسار او بنجار او الكلام ده قليلين جدا. يعني ممكن ما بين مثلا كل 300 عميل 400 عميل يطلع لك واحد كل مثلا 3 4 شهور. لما تصادف مره ويجي لك حد مثلا بسمسار او بنجار او الكلام دوت، ما بيحصلش كتير لكن بيحصل. تمام. فكان ايه اللي بيتم لما كنا بنعمل الكلام دوت؟ كان ايه؟ البيعه يعني البيعه بتبوظ بتطير وبياخد العميل ويمشي. طيب بقينا نعمل ايه بقى بعد كده؟ وده اللي احنا بنعمله دلوقتي.
لما بيجي لنا حد زي دوت بنفهم النجار او السمسار اللي جاي مع العميل ان احنا معاك وان احنا هنظبط معاك الكلام لحد ما الاتفاق بيتم، واحنا بنكتب العقد بنروح مفهمينه انه ايه، خلاص كل سنه وانت بفركش، مفيش منه الكلام ده، وبنعرف العميل اللي كان داير من ورا منه ايه. فبالتالي خلاص ما بيثقش في كلام السمسار او النجار اللي معاه، وبينفذ البيعه وبنكشفه كمان قدامه، بنعرفه ان الراجل ده كان عايز 1 2 3 4. تمام. فاصبح ان دي الطريقه اللي احنا بنتبعها دلوقتي. يخش السمسار او النجار عايز يعمل مصلحه، بنفهمه ان احنا خلاص معاكم الدنيا جميله لحد ما البيعه تتم، وبعد ما البيعه بتتم بنقول له امك في العشه ولا طارت، لان احنا ما بنزودش في السعر على العميل. ما بن يعني مش بنعمل حساب ان احنا هنزود في السعر، لا، زائد ان احنا اصلا عندنا في كل فروعنا الشغل كله عليه الاسعار بتاعته. طيب كنت قاعد في المعرض، دخل اتنين شباب مع بعض، واحد منهم راح مسلم عليا وراح داس على ايديا. فهم الاتنين شبه بعض، يعني هم الاتنين شبه بعض جدا. فانا يعني باين ان هم اخوات شبه بعض جدا. فالمهم ايه، انا مش مجمع بقى يعني ايه ده. الحركه دي لما بتحصل احنا بنفهم بيها ان ده حد عايز يعمل مصلحه. فالمهم ايه، قلت يمكن ايه ده السلام بتاعه، إيه يعني ايه ما ينفعش الواحد ايه يعني عديها عادي، يتعامل عادي. فالمهم المعرض عندنا هناك، المعرض معمول دورين، دور يعني الناس اللي كانت عندنا المعرض دوت عارفه ان الفرع دوت مقسوم دورين، دور تحت ودور فوق. فالمهم ايه، قمت معاهم، مدير الفرع هناك قام يقف معاهم، قلت له لا سيبهم لي بقى انا هكمل معاهم انا. فالمهم ايه طلعنا على فوق، وراح ايه هو يعني احنا الثلاثه طالعين على السلم، عايز بقى بتفرج على غرف النوم. غرف النوم كانت عندنا في التوقيت دوت كانت ايه موجوده في الدور اللي فوق، طالعين على فوق. فالمهم ايه راح طلع، وايه والشخص اللي عايز يعمل مصلحه ده راح ايه، راح نازل وقف معايا. فانا خلاص بقى فهمت كده ان هو ايه هيتكلم معايا في ان هو عايز يطلع مصلحه. فالمهم ايه هو لسه هيتكلم معايا، انا عندي الموبايل بتاعي انا حاطط برنامج تسجيل المكالمات، مسجل الصوت اول حاجه هنا على اليمين علشان يكون قريب جدا لاني بحتاجه. فهو اول ما شدني من ايدي رحت انا ايه فاتح التليفون ومداس على الزرار، دوست تسجيل المكالمه طبعا من غير ما ياخد باله، رحت عامل كده تمام، ورحت ايه قافل الشاشه زي كده، وقفت اتكلمت معاه. فاصبح كده ان كل الحوار اللي داير بينه وبينه التليفون بيسجله. تمام. فالمهم ايه فانا بقول له انا مش فاهم ايه الموضوع. فقال لي يا باشا ظبط الكلام واعمل لي مصلحه، طلع لي ايه اعمل لي فرق سعر. قلت له اعمل لك فرق سعر ازاي يعني مش فاهم. قال لي يعني طلع لي مصلحه. قلت له تمام مفيش مشكله، ايه المطلوب يعني؟ قال لي على الحته 2000 جنيه. قلت له يا عم تمام اتفقنا. طبعا الكلام ده كله ايه حصل ايه يعني ما كملناش مثلا 10 ثواني. تمام. سجلت الحوار اللي ضرب بينه وما بينه. المهم ايه وقفلت التسجيل وطلعت معاهم في المعرض، قعدنا بقى نلف على الشغل اللي في المكان، اوضه النوم دي لا اوضه النوم دي. تمام. وكل ما نقف على حاجه العميل اللي هيشتري يختارها اخد راي التاني فيها. ايه رايك في الخشب؟ ايه رايك في الدهان؟ ايه رايك في طبعا كل الكلام بفضل الله احنا بالفعل هناك الشغل كله حاليا على اتقل نجاره وعلى مستوى التشطيب، فبفضل الله بالفعل الشغل كله كويس جدا. تمام. بقى يامن على الكلام، جميل زي الفل تمام تسلم ايديكم وبتاع، ما خلاص بقى ما هو ضامن المصلحه. الراجل هياخد مثلا كام غرفه، كل غرفه هيطلع له فيها 2000 جنيه، فهو بالنسبه له بيمشي معاه البيعه. المهم بعد ما اتفقنا على الشغل كله، ما شاء الله العميل دوت يعني بيفرش شقه بسم الله ما شاء الله. الشقه بتاعته في التجمع، بيفرش شقه ما شاء الله كبيره جدا، بيفرش شقه واخد غرفه نوم، واخد 3 غرف اطفال، واخد من عندي ركنه، واخد من عندي انتريه، واخد من عندي سفره كامله، وعنده شاليه في مكان ما برضه بنفرشه له. يعني هو بفضل الله البيعه دي تمت، وكمان استاذنته ان احنا نتكلم عن الموضوع دوت، ووافق ما عندوش اي اعتراض، يعني مستاذنين احنا نتكلم في الموضوع. فالمهم اختار الشغل كله، بقينا كل ما نقف قدام حاجه تخص الشغل انا بعمل ايه؟ باخد راي الشخص اللي جاي معاه فيها، ايه رايك؟ واقلب له في الحاجه وبتاع تمام التمام. بعد ما خلصنا كل حاجه المهم ايه قعدنا على المكتب كتبنا العقد. تمام. تمام التمام، واتفقنا على السعر وعلى الشحن وعلى التوصيل والتركيب، وخلصنا كل الكلام. كتبنا العقد خلاص، بس لسه ما خدتش من العميل العربون. فانا قاعد على المكتب، هما الاثنين قاعدين قدامي.
فالمهم ايه، انا كده خلاص بقى العميل هيدفع العربون وهيمضي العقد وهيمشوا. طبعا التاني بقى في دماغه انه بعد ما الحوار ده ما يتم هو هيرجع لي هطلع له المصلحه اللي هي على كل على كل قطعه 2000 جنيه. طبعا انا اصلا ما زودناش على العميل وما بنعملش ده ومش هنعمله مع حد، ولكن انا بحكي لكم الموقف دوت لان انا يعني استغربت جدا. ده بيحصل معانا في العادي، بيكون مثلا حد جايب معاه نجار، جايب معاه سمسار، جايب معاه واحد صاحبه، لكن يحصل الموقف دوت مع حد جاي مع اخوه، دي كانت بالنسبه لنا يعني جديده او غريبه. المهم بعدها بشويه قلت لهم ايه بقى واحنا قاعدين بقى، قلت لهم على فكره احنا هنا ما بنعملش فرق سعر على العملاء. يعني احنا العميل بيدخل لنا بيشتري الحاجه بالسعر اللي موجود عليها، لو جالنا بقى معاه سمسار نجار الكلام ده كله ما بنعملش فرق سعر وما بنطلعش زيادات على الشغل، وده اللي حاصل معاكم دلوقتي. تمام. فالتاني بص لي كده اللي هو بقى ايه اللي بيطلع المصلحه ده. انا كل دوت ما اعرفش ان هو اخوه، انا في دماغي بقى ايه، انا خدت ان هو اخوه بالشبه، لكن طبعا ما عنديش معلومه او مش متاكد ان الشخص دوت يكون ايه، يكون اخوه. المهم فلقيت العميل اللي بيشتري قال لي لا احنا الراجل ده مش سمسار، هو بيقلب معاك في الشغل وبتاع، لكن ده مش سمسار، ده اخويا. فكلمه ده اخويا ديت بتتقال في العادي، يعني ممكن مثلا ايه، انا اقول على واحد صاحب اخويا مثلا يعني، او حد شغال معايا اقول عنه اخويا، عادي الكلام بيتقال عادي يعني مجاملات. فانا بقول له اخوك اخوك، قال لي اه اخويا اخويا، ده اخويا انا وهو من ام واب واحد. قلت له تمام مفيش مشكله، والله انا بقول الكلام دوت لكل الناس اللي بتجيلي علشان نبقى بس واضحين. فطبعا التاني بقى ايه عمال يبص لي وساكت ما بيتكلمش، بس هو كده خلاص فهم ايه ان انا كده خلاص مش هطلع له مصلحه وان انا حطيته، لان هو كده خلاص لو اتكلم مع اخوه وقال له بقى الشغل فيه في الزمان ازاي، ما انت لسه من دقيقه ما يشكر في الشغل كله مع الراجل ومأمن، ايه اللي غير الكلام، هو كده اتكتم. تمام. المهم فراح قال له ايه، المهم العميل ايه احنا قاعدين بقى التاني ما بيتكلمش، راح مطلع العربون، العميل راح دافع الفلوس وراح ماضي العقد وخد ايصال بالمبلغ، وايه لسه بقى بنتكلم بقى ايه يعني بيوصي بقى على الحاجه بقى خلي بالك عشان الشحن وما اعرفش وايه والكلام دوت، الكلام اللي كل الناس بتقوله، مش عايز الحاجه توصل فيها بقى تجاريح فيها تخابيط الكلام ده. وانا قلت له خلاص تمام وان شاء الله كل حاجه كويسه واتفقنا. المهم راح قال له انا عايزك دقيقه، اللي هو بقى ايه اخوه اللي كان عايز يعمل اللي كان عايز يسرقه ده. تمام. المهم ايه خده وراح مشي كده قدام شويه، فانا خلاص فهمت ان هو هيقنعه يسحب الفلوس وياخد بعضه ويمشي. تمام. فالمهم رحت انا واخد الفلوس حطيتها في ظرف وقافله، ورحت كاتب على ظهر الظرف انا خلاص بقى عارف انه يرجع يقول لي الفلوس. تمام. ما انا عارف اللي داير ايه، هو خلاص مش هيعرف يسرقه هنا فهياخده ويسرقه في مكان تاني. المهم رحت كاتب على ظهر الظرف انا عارف انك هتسحب الفلوس دلوقتي بعد كلام اخوك معاك، ورحت اعمل علامتين استفهام كده ايه في اخر الظرف، ورحت حاطه على المكتب ورحت قايم مشيت بيه على المكتب كده شويه. المهم اتوشوش معاه شويه ما اعرفش قال له ايه، لقيت العميل راجع بيقول لي معلش يا استاذ محمد احنا هنسحب العربون وان شاء الله هاجي لك وقت تاني. فرحت مبتسم قلت له والله انا عارف انك هتقول الكلام ده، ومع ذلك اللي انت عايزه الفلوس في الظرف اهي. المهم راح خد الظرف، قلت له بس معلش ايه اقلب الظرف كده، اقرا اللي مكتوب على ظهر الظرف. فراح قلب الظرف فبيبص كده لقى ايه، لقاني مكتوب عليه الجمله اللي لسه قايلها دي، انا عارف انك هتسحب الفلوس بعد كلام اخوك معاك. فايه ده، بص كده فقال لي ايه ده ازاي كده، وراح مبتسم، انت عرفت منين انا هعمل كده؟ فانا بقى ايه يعني سكت اللحظه كده، اللي هو بقى ايه اخوه، اصل هو لو نجار جاي معاه ولا سمسار ولا اي نصيبه يعني هضربها في وشه وزي ما تيجي بقى خلاص. تمام. إيه لكن ده اخوه، انا بقى ايه يعني ايه يعني مش هامن انه يتسرق عندي عشان ده اخوه، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو التاني كده خلاص انا فهمت انه سمم دماغه من ناحيه الشغل، اقنعه ازاي ما اعرفش. تمام. انا والله ما كان مش فارق معايا البيعه تتم ولا ما تتمش، يعني هي البيعه تمت ما تمتش ده مش ده اللي شاغل دماغي خالص، انا اللي شاغل دماغي ان هو هياخده ويمشي من عندي هيسرقه في مكان تاني، حتى لو هيديله شغل زباله الزباله هو اللي فارق معاه مش اخوه ولا فارق معاه الشغل ولا فارق معاه اي نيله، هو كل اللي فارق معاه انه يطلع بمصلحه عليه. تمام. المهم ايه سكت كده شويه، اقول له ولا ما اقولوش يعني اقول له ولا ما اقولوش. المهم ايه قلت له يا باشمهندس خلاص انت خدت عربونك وهتيجي وقت تاني او مش هتيجي احنا اتشرفنا بمقابلتك، ولكن خلي بالك بقى من نفسك ومن فلوسك ومن دنيتك عشان خاطر ايه
يعني ما فيش كلام تاني يتقال. فقال لي لا يا باشا انا مش همشي غير لما تقول لي ايه الموضوع، انت عرفت منين ان انا هسحب الفلوس تاني؟ فاخوه بقى اتدخل في الموضوع عايز ياخده ويمشي، فاهمني؟ فبيقول له ايه، قال له خلاص بقى مش مشكله احنا خدنا الفلوس وان شاء الله هنيجي تاني وبتاع. قال له لا استنى. قال لي ايه الموضوع معلش، انت عرفت منين ان انا هسحب الفلوس دي دلوقتي؟ عرفت منين؟ قلت له والله بص هو انا المفروض ما اتكلمش معاك في الموضوع، بس ما يعني انا يعني ايه انت كده خلاص انت مش سايب لي حل، مش سايب لي حاجه تانية الواحد يعملها، تمام؟ قلت له اولا بعتك تمت ما تمتش بفضل الله ده مش فارق معانا نهائي بفضل الله، يعني مش ده مش معناه ان احنا يعني بنتكبر او بنتعالى على الشغل، لا طبعا احنا فاتحين. لو عميل جالي هياخد من عندي رجل كرسي بنقابله احسن مقابله وبنشيله فوق دماغنا وده شغلنا، تمام؟ لكن احنا بالنسبه لنا موضوع البيعه تتم او ما تتمش دي بتبقى مساله نصيب وممكن ما يكونش لنا رزق فيها، تمام؟ قال لي تمام. قال لي بقى ايه الموضوع؟ قلت له يا باشا من الاخر عشان اجيب لك الموضوع كده على بلاطه، الراجل اللي معاك ده بقى اخوك مش اخوك؟ قال لي ايوه. قلت له عايز يعمل عليك فرق سعر في الشغل. كله راح ساكت كده شويه، هو مش عارف ينطق بقى، فاهمني؟ والتاني بقى ايه، وشه احمر وراح متعصب، لا الكلام ده ما حصلش وانت قلت له يا عم اهدى الله يبارك لك بس وما تزعقش عشان احنا في مكان اكل عيش، تمام؟ فاخوه بص له كده بيقول لي ايه، بيقول لي ازاي يعني ايه اللي حصل يعني، او انت فهمت الكلام ده ازاي؟ قلت له قلت له يعني فهمته ده شغلي، تمام؟ فقال لي لا ما انت قول لي فهمت الموضوع ازاي يعني، ما يمكن انت فهمت غلط. قلت له فعلا ممكن يكون انا فهمت غلط. قلت له لو فهمت غلط ما كنتش عرفت اتوقع ان انت بعد ما اخوك ياخدك على جنب يتكلم معاك كلمتين هترجع لي تقول لي انا هسحب العربون واحنا متفقين على كل حاجه، تمام؟ ده لو انا متوقع غلط او انا فاهم غلط. هو اقنعك ان في مشكله في الشغل او انك لازم تتفرج في مكان تاني او ايا كان بقى اللي قاله لك، هو هدفه انه ياخدك من عندي ويمشي لان هو فهم من كلامي اللي انت سمعته من شويه ان انا مش هديله حاجه وان انا مش عامل عليك فرق سعر في الشغل، فهو خلاص مش هيستفيد منك هنا، هياخدك يستفيد منك في مكان تاني. فالتاني بقى قاعد يتشال ويتنكت ويقول لي ما حصلش وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانتوا بتوقع ما بيني وما بين اخويا وانت ما الكلام ده ما حصلش. طبعا هو مش عارف ان انا عامل ايه، ان انا سجلت الحوار اللي دار بيني وبينه في اول الكلام، طبعا هو ما توقعهاش مني يعني. فالمهم قلت له يا عم خلاص احنا ناس مش كويسين وادي فلوسكم وانتوا شرفتونا. فاخوه قال لي لا يا باشا انت كده عملت فتنه بيني وبين اخويا، لازم تجيب لي دليل على كلامك. فانا سكت كده شويه، قلت له يا عمي يا سيدي الفاضل خلاص يعني خلاص. قال لي لا مش خلاص، جيب لي دليل على كلامك. وخلاص بقى ايه الموضوع دخل معاه في ان هو ايه شويه وهنتخانق انا وهو مع بعض. قلت له يا عم واحده واحده، انا يا عم راجل كذاب. قال لي ايوه. قال لي لا انا ما قلتش كده بس اديني دليل على كلامك. قلت له ماشي. رحت مطلع التليفون ورحت مسمعه. قلت له اسمع كده. طبعا سمع المعلم وهو بيقول لي 2000 جنيه على الحته وطلع ويعمل لي فرق سعر والدنيا سمع الكلام. المهم يبص لاخوه، راح اخوه راح عامل ايه بقى؟ راح واخد بعضه وراح ماشي من المعرض، سابنا واقفين وخد بعضه ومشي ما اتكلمش في اي حاجه، اللي هو اللي كان عايز يسرقه ده. فالمهم بص لي كده الراجل، قلت له يا باشا عربونك معاك اهو، تمام؟ قال لي ايوه. قلت له وانت نورتنا. قال لي خلاص تمام. خد الفلوس بالظرف ونزل لحد باب المعرض راح راجع لي تاني لوحده. طلع قال لي انا اسف جدا على الموقف اللي حصل واسف جدا ان انا شديت معاك في الكلام وحقك عليا، بس اللي كان معايا ده والله العظيم ده اخويا مش صاحبي ولا نجار لك الكلام دوت، وانا مش عارف اقول لك ايه والله وحقكم عليا، وانا اسف ان صوتنا عالي في المكان وانت كتر خيرك ان انت عملت حاجه زي ديت ومش عارفه وايه وبتاع، وانا همضي معاك العقد عادي وهاخد الشغل. المهم قلت له خلاص تمام. خدت منه الفلوس ومضى العقد وخد بعضه ومشي. المهم ايه، بفضل الله يعني ايه جه استلم شغله والدنيا جميله وتمام التمام والحاجه اتركبت عنده واتصل بينا شكرنا والدنيا جميله خالص بفضل الله. المهم بقى ايه، كلمني بعديها بيدردش معايا بقى من باب الدردشه ان اخوه دوت هو اكتشف انه عامل عليه مصالح في كل خطوه يعني كل خطوه خطها معاه بدا ينكش وراه بقى يدور وراه، كل خطوه خطها معاه المعلم عامل عليه مصالح في كل حاجه، بيشطب في الشقه طلع من وراه بفلوس،
لما كان بيشتري الشقه بيسمسر من وراه فلوس، وعامل عليه مصلحه يعني عامل عليه فرق سعر مش سمسره، خارب الدنيا وراه. فبيقول له والله انت كان عندك حق ان الواحد ايه ما يثقش في اي حد والكلام دوت. فانا بصراحه استغليت فرصه ان هو اتكلم معاه كده بود، وقلت له انا عايز اتكلم عن الموضوع دوت. قال لي مفيش مشكله اتكلم عن الموضوع، لكن طبعا بدون ذكر اسماء والكلام دوت. بس فربنا يرحمنا برحمته، ده موضوع حصل عندي في قلب المعرض. تمام. طبعا دي برضو يعني برضو ايه رساله لكل الناس تطلع منها بايه، ما تحطش ثقتك في اي حد في الدنيا حتى لو كان اخوك. طبعا في ناس كتير جدا كويسه، ولكن الفئه او العينه دي في منها كتير جدا عايشين معانا وحوالينا. احنا بيجي لنا كتير جدا يعني حاجات من دوت، لكن ما بيبقوش اخوات. لكن دي اول مره تصادف معانا شخصيا، وبعدين من سوء حظه انه لما جه قابلنا انا يعني هو من سوء حظه ان هو لما جه المكان عندنا قابلنا انا اللي قابلته. تمام. طبعا انا لو ما كنتش برضو سجلت المكالمه الحوار ده ما بينه وما بينه ما كنتش هتصدق. تمام. بس فالحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نخلص الموضوع. ولكن برضو يعني ايه، يعني نهايه الكلام برضو نطلع منه بالقصه دي. الناس اللي بتاخد معانا الجار، اللي بياخد معانا الجار يروحوا المعارض، اللي بياخد معاه سمسار بيخش بيه المعرض، خلي بالك ده ما بيبصش لل 500 جنيه ولا لل 1000 جنيه اللي انت هتديها له في المشوار بتاعه. الشخص ده خلي بالك، ولو رايح معاك ببلاش ومفهمك انه صاحبك وحبيبك والكلام ده كله، ما تثقش في حد والله. تمام. لان معظم الفئه دي بيبقى رايح معاك علشان يعمل عليك فرق سعر. اللي بيتم بيخش يبيعك في المعرض وبيقنعك بالحاجه حتى لو بايظه، حتى لو الشغل ما يستاهلش نص ثمنه، بيقنعك انه تمام في سبيله وفي اطار انه في الاخر يطلع من وراك بمصلحه. فتاخد بالك من النقطه دي. بس القصه دي حصلت، حبيت اشاركها معاكم، وانا عارف ان انا طولت، ولكن بقى معلش اعذرونا. السلام عليكم.